يواصل المعلق الرياضي بقنوات بي إن سبورت حفيظ الدراجي نشر أوهامه وبهتانه وفتنته على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التغرير وتهييج الشعب الجزائري والتأثير فيه بغرض تجييشه ضد المملكة المغربية وخريطتها الكاملة وصحرائها الجميلة، وذلك إرضاء لعقلية الكبرانات. لكن المغاربة الأحرار المؤمنون بخريطتهم الكاملة من طنجة إلى القويرة يردون عليه بقوة وبالحجة والدليل، ويكشفون عن عورته المكسوة بالكذب والبهتان وتزوير الحقائق. مشاهدي قناة ميديا الكرة، مرحبا بكم في فيديو جديد، والذي نستعرض فيه حربائية الدراجي وتلويناته رغم تأكيده على إيمانه بالثبات على المواقف، وهو لم يطبقها على نفسه أولا، لأنه في ظرف وجيز كتب تدوينة ثم مسحها وكأنه تلقى الأمر بحذفها، ولكننا تمكنا من الاحتفاظ بها وسنتلوها عليكم لتقفوا على حجم الوهم الذي يبيعه للجزائريين، ثم عوضها بتدوينة أخرى بعد أن فكر ودبر. وبعدها نستعرض لكم مشاهدينا الأعزاء وردود بعض الجزائريين من جماهير اتحاد العاصمة الذين استفاقوا من شدة التنويم المغناطيسي الذي مورس عليهم بدعوى السيادة والسياسة، وكذلك ستلاحظون كيف رد المغاربة عليه وكيف لقنوه دروسا في الأخلاق والمهنية بالحجة والدليل والبرهان. نبدأ معكم أصدقائي بالتدوين التي مسحها والتي يقول فيها: قرار الكاف المضحك بين قوسين باعتبار اتحاد العاصمة منهزما 3-0 في لقاء الذهاب من نصف نهائي كأس الكونفدرالية، وبرمجة لقاء العودة الأحد المقبل كان منتظرا. لذلك سيتصرف اتحاد العاصمة بحكمة ويتنقل إلى المغرب حتى لا يعاقب بنص المادة السابعة التي تحرمه من المشاركة في المنافسات القارية بسبب الغياب. وأثناء الاجتماع التقني سيجدد التزامه بموقفه الذي اتخذه في الجزائر بعدم قبول خلط الرياضة بالسياسة، على أن يرفع القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي للبت في مهزلة كروية بكل المعايير. ويتابع حفيظ الدراجي في تدوينته: التسامح والتواطؤ والانحياز المفضوح تكون له تداعيات كبيرة على اللعبة في إفريقيا. تقتضي من الجزائر الدولة العمل مع الأفارقة والفيفا واللجنة الأولمبية الدولية على إصلاح البيت الكروي الإفريقي حتى تعود الثقة والمصداقية والشفافية للعبة وتتراجع حدة التوتر والتذمر في الأوساط الجماهيرية. ولدى الكثير من الاتحاديات الإفريقية التي بدأت تشعر بالاستياء من الوضع المقرف الذي لم يعد يطاق. انتهت التدوينة الأولى التي سحبها أو حذفها حفيظ الدراجي من موقعه على الفيسبوك. وبعد أن حذف التدوينة الأولى كتب الثانية يقول فيها: عندما تنتصر القيم والمبادئ اتحاد العاصمة الجزائري لم يخسر، لأن الأخلاق الحميدة والقيم النبيلة والمبادئ المثلى والمواقف البطولية التي نغرسها في نفوس الأجيال الصاعدة أكثر وقعا من مجرد فوز بمباراة في كأس إفريقيا أو حتى كأس العالم، وأكبر بكثير من كل التتويجات والألقاب مهما كان وزنها. غايتنا من ممارسة الرياضة هي صناعة أجيال تنتصر بجدارة واستحقاق في كل المجالات، أجيال مقتنعة بأن الحياة لن تتوقف بعد الفوز أو الخسارة، مثلما لن ينتهي العالم عند الفشل أو النجاح، وغدا يوم آخر سنفوز فيه ونخسر أيضا، لكننا لن ننهزم ولن نستسلم. ويتابع كذلك: كل محنة تتحول في الجزائر إلى منحة تساهم في تجنيد كل الشعب خلف بلده، ليس بالضرورة ضد أي كان، بل من أجل الوطن الذي لا يمكن أن يتوقف مصيره على نتيجة في مباراة كرة القدم. والآن أعزائي الكرام نتعرف على بعض الردود القوية التي جاءت في ذيل التدوين التي كتبها حفيظ الدراجي من مغاربة وجزائريين. ونبدأ بإلتراس ليسما اتحاد العاصمة الذين استفاقوا من سباتهم والذين يتوجعون في هذه التدوين بقولهم: هل تعلم أن الاتحادية طلبت من الفريق الذهاب للمغرب في اللعب ضد فريق نهضة بركان، علما أن الفريق المحلي سيلعب بنفس القميص الذي تم حجزه؟ كل هذا حتى تتفادى الاتحادية معاقبة الفريق الوطني وباقي الأندية المشاركة في إفريقيا الموسم القادم. اتضح كل شيء الآن، كنا كبش فداء بامتياز، والآن نحذر الفريق من السفر للمغرب. يجب أن يتم معاقبة الكرة الجزائرية برمتها وليس الاتحاد فقط. رفضوا تأجيل نصف نهائي كأس الجمهورية بحجة أن موعد النهائي مستحيل تأجيله، والآن بعد أن أقصينا من كأس الكاف وكأس الجمهورية أجلوا النهائي. الاتحاد راح ضحية، نحن لم نرفض اللعب، دخلنا للميدان، وسبب عدم إجراء اللقاء لا يتحمله الفريق بل تتحمله الاتحادية لوحدها. رجعوها قضية الاتحاد مع الكاف، رغم أن القضية هي قضية الجمارك والاتحادية.
العقوبات كان لازم تنزل على الاتحادية وليس الاتحاد. رضوان الرمداني الصحفي بإذاعة دوزام والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي يقول: كان عندنا عقم هجومي حتى جاب لنا الله الخريطة ديالنا كتماركي 3 بلا ما نلعبوا، اللهم بارك. الصفحة الرسمية للدكتور الصوصي العلوي عبد الكبير يقول: الصحيح تجيش الشعب الجزائري الشقيق خلف الجنرال الحاكمين على الجزائر وبكل الوسائل، بما فيها حجز قميص رياضي لا لشيء سوى لكونه يحمل علما وطنيا وخريطة لبلد جار. سعيد أبرنوس الفنان والناشط الفيسبوكي وراء التدوينة يقول: بعدما تمت التضحية بالفريق وجمهوره باغين يسكتوا جماهير اتحاد العاصمة بالقيام والسيادة. يا وقرار اتخذته الدولة على جال البوليزاريو، تتحمل مسؤوليتها وتمنع كل الفرق الجزائرية من المشاركات الإفريقية. حشومة وعيب تجي غير في الاتحاد مسكين، خوتنا بداو يفيقوا. ويقول أحد الجزائريين: واتحاد العاصمة والجزائر واش دخلنا في خريطة المغرب؟ يلبسوها ينحيوها أو فيها الصحراء الغربية أو الشرقية. الفريق المغربي لم يمس السيادة الوطنية لك من قريب ولا من بعيد، والخريطة لعب بها قداش من مباراة ولم يتم معاقبته. المشكلة أن الدولة ضحات بالاتحاد. ويقول كذلك أحد النشطاء في الفيسبوك: لم أفهم ما كتبه السيد حافظ الدراجي الواصف الرياضي الجزائري في تدوينة يشكر فيها جمهور الكرة في الجزائر على تفهمه لما قامت به السلطات الجزائرية عندما حجزت القمصان الرياضية لفريق نهضة بركان، وخاصة عندما اعتبر ذلك السلوك تعبيرا عن السيادة الجزائرية. والسؤال هو: هل التدخل في قمصان الفريق المنافس الذي ينتمي إلى دولة أخرى سلوك سيادي؟ وهل التدخل في خريطة المغرب كما يرسمها المغرب ويعرفها المغاربة هو سلوك سيادي للدولة الجزائرية، أم أنه مس بسيادة البلد الجار؟ إن السيادة إنما تتعلق بالقرارات الوطنية للدولة في تدبير شؤونها، وليس من السيادة السعي إلى تقسيم بلد مجاور. كما ليس موقفا سياديا الاعتداء على فريق رياضي ضيف بحرمانه من قميصه وتقديم قميص آخر له بدلا من قميصه الأصلي، إلا إذا كان معنى السيادة في الجزائر مخالفا لمفهومه المتداول عالميا.